السلام عليكم يا شباب شلونكم شلون الصحة إن شاء الله بخير. واليوم عندنا مباراة أقوى مباراة في كأس العالم، المغرب ضد منتخب البرازيل. أتمنى تعجبكم. إذا عجبتكم لا تنسوا تخلون أحلى لايك وأحلى اشتراك بالقناة أو مشاهدة ممتعة. كروية نتمنى أن تكون ممتعة، كل شيء رائع من هذه الصور اللي نشوفها. الطقس أيضا اليوم رائع، ولا شيء يقف أمام تقديم أداء يعكس هذه الصورة الجميلة في الملعب. Everyone, let's give a warm welcome to our players as they take to the field. بداية نسمع وإياكم النشيد الوطني للبرازيل. نتج الآن إلى النشيد الوطني الآخر. Here's how the hosts line up. Number 2, Achraf Hakimi. Number 10, Brahim. بداية أحداث اللقاء. لوكاس باكيتا عند الموهبة الكبيرة، واللي ربما مع الضغوط لم تنجح واحتاج إلى أن يأخذ خطوة إلى الخلف حتى يعيد حساباته من جديد. ربما الفترة الصعبة في إيطاليا كانت مهمة في تكوين شخصيته الآن، واللي من بعدها أعاد اكتشاف نفسه في مركز جديد في الملعب، وربما نجده ينضج ويتطور بشكل أكبر في المستقبل. رافينيا، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. لوكاس باكيتا يلعبها قصيرة، عرضية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، يلعبها ببراعة. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يلعبون ركنية قصيرة، كرة عرضية، رافينيا ياسين بونو يسيطر على الكرة. إبراهيم دياز، تلعب الكرة إلى الأمام، لمسة بينية، كرة طويلة للأمام، جواو بيدرو، لمسة على اليسار، يلعب العرضية، ممتاز في تشييد، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يا إلهي،
الكرة كانت قريبة جدا. جابرييل ماغالايز. كازيميرو. برونو غيماريش. رافينيا. استقبل تسديده. الله على الكرة، هدف برازيلي. سيطر، الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل. And he's done it. It's a goal thanks to, after 42 minutes, it is number 7, João Pedro. الهدف الأول في المباراة. The fourth official has indicated there will be a minimum of 1 minute of added يلعب كرة time. على اليسار، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. نهاية 45 دقيقة أولى. نتيجة الشوط الأول بالتأكيد لا تسعدهم. الآن سنتأكد من قوة رغبتهم وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد. يجب تصحيح أخطاء الفريق حتى يتمكن من العودة. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. المغرب لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانه بعد، ما زال أمام 45 دقيقة قادر فيها على التعويض. كازيميرو. السيري على تنفيذ الخطأ. بطاقة صفراء مستحقة. حالة من القلق عند اللاعبين لأنه ببساطة زميلهم لا زال ساقط على أرضية الملعب يشعر بالكثير من الألم. يحاول تمريرها من بين المدافعين، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كازيميرو. برونو غيماريش. رافينيا يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحتسب الحكم ركلة حرة. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. كرة جميلة، فرصة للتسديد، مهارة كبيرة في الاستلام. كازيميرو يحاول أن يلعب كرة بينية، يتواصل لاعب برمية تماس. يرسلها عند القائم البعيد. رافينيا ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. حصلوا على رمية جانبية. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء، أيضا مع إجراء تغيير. مزروعي
تسبب في خطأ، بطاقة صفراء، قرار سليم من الحكم. And the fourth official has advised that we have substitutions taking place. يبعد الكرة، رافينيا يمر ويلعب كرة بينية. رحيم دياز يلعب كرة بينية. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. السيري يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يفقد توازنه، يطلق الحكم.